كان في قديم الزمان رجل بسيط يعيش من بيع المواشي في الأسواق، وفي يوم من الأيام أمسك بخروف سمين ليبيعه حتى ينفق على أهله ويقضي حاجاته. وبينما هو في طريقه إلى السوق مر على مجموعة من الأطفال الفقراء كانوا ينظرون إلى الخروف بعيون تلمع جوعا وفرحا. شعر الرجل أن قلوبهم متعلقة بذلك الحيوان الوديع وأنهم لم يذوقوا اللحم منذ زمن بعيد. توقف الرجل ونظر إلى السماء وقال في نفسه: إن كان رزقي عند الله فلن يضيع، وما عند الله خير وأبقى. ثم ابتسم للأطفال وذبح الخروف أمامهم ووزع لحمه عليهم بوجه طلق وقلب راض. رجع الرجل إلى بيته فارغ اليدين لكنه ممتلئ القلب. وما هي إلا ساعات حتى طرق بابه رجل غني من أهل القرية سمع بما فعل، فأهداه 3 خراف ثمينة وقال له: هذا جزاء من يطعم الجائعين ويفرح قلوب الصغار. ابتسم الرجل شاكرا لله، وأيقن أن الكرم لا يذهب هباء بل يرفع الله به الدرجات. ويروى أن الله جل وعلا كتب له بذلك العمل بابا من أبواب الجنة، لأنه آثر غيره على نفسه وأدخل السرور على قلب يتيم وجائع.